في مثل عظيم ربنا يسوع المسيح بيشرحه في الإنجيل، مثل السيد اللي جاب عبيده واداهم وزنات وسافر ورجع عشان يحاسب عبيده على الوزنات. كان في عبد متقدم أخذ 10,000 وزنة، والوزنة في الوقت ده كانت كيس من الفضة فيها 6,000 قطعة فضة و6,000 دينار. دينار كان يومية بتاعة عامل اللي بيشتغل النهار كله من الصبح لغاية الساعة 11 اللي هي الساعة 5 المغرب. العامل اللي بيشتغل طول اليوم ده كله بياخد دينار، فالوزنة 6,000 دينار، يعني أجرة 6,000 عامل في يوم أو أجرة عامل في 6,000 يوم. مبلغ مهول يساوي 60 مليون دينار، يعني 60 مليون يومية. ده اتغفر بيه لأن العبد قال له ما عنديش وفيك، فسامحه وترك له الدين وأطلقه حرا. عمل 3 أفعال: المسامحة والغفران وترك الدين وإطلاق المدين حر. الغريب إن اللي خرج ده خرج ولسه مثقل بالمديونية جواه، وطلع يلم فلوس من العبيد زمايله اللي كان عندهم مديونيات. لقى عبد زميله عليه 100 دينار، أمسكه وأخذ بعنقه وكان بيعنفه، مرضيش يغفر له في ال100 دينار. فالعبيد شافوا استاءوا اشتكوا العبد ده لسيده: شفت اللي انت غفرت له ب10,000 وزنة؟ سجن العبد رفيقه على 100 دينار. فبعتوا جابوا وسلموا إلى المعذبين ويطرح في العذاب لكي حتى يوفي الفلس الأخير، ومش هيقدر يوفي، يعني يعذب إلى أبد الآبدين وإلى ظهر الظاهرين. ربنا غفر لي سقوطي وطبيعتي الفاسدة وأخطائي بتاعت كل يوم، عصياني وتمردي وشهواتي. أخويا أخطأ في هفوة إلي، لازم أغفر لأخويا عشان يتغفر لي الخطأ الكبير والحجم العملاق اللي عندي أنا والمديونية الكبيرة اللي علي، اللي أنا مستحيل هقدر أوفي الدين أو أسدد. في جلسة مع المسيح والتلاميذ قاعدين معاه،